فيلمنا بيبدأ في واحد من سجون أمريكا ومع مأمور السجن واللي بيكون اسمه ويليام ومعاه المحاسب بتاعه باتلر، وبيكون الاتنين عندهم مشكلة، وهي إن السجن بيحتاج كل سنة ميزانية ضخمة جدا بسبب سلوك معظم المساجين اللي بيتخانقوا ومعظم الوقت سواء مع بعض أو مع الحراس، وبالتالي بيحصل تلفيات كتير، وكمان المصابين بيحتاجوا علاج بمبالغ ضخمة جدا. وبيبدأ ويليام وباتلر يفكروا في طريقة يقللوا بيها المصاريف دي، وبيعرض باتلر مجموعة أفلام كانت بتناقش نفس الفكرة يمكن توصلهم لحل، لكن ويليام بيكون معترض على كل الحلول اللي بيعرضها في الأفلام. وأثناء ما بيتكلموا بيجي لويليام اتصال وبيعرف إن المسجون رقم 297 عامل مشاكل، فبيروح ويليام عند الزنزانة بتاعته وبيبدأ المسجون يشتمه، وبيكون معترض على طريقة ويليام في الإدارة وشايف إنه بني آدم متوحش وما ينفعش يكون مأمور عليهم. فبيقرر ويليام يتجاهله دلوقتي وينتقم منه بعدين، وبعدها على طول بيعرف ان في مسجون تاني ضرب واحد من الحراس بشكل متوحش، وبيكون باقي الحراس قدروا يقبضوا عليه ومستنيين اوامر ويليام علشان يعرفوا هيتصرفوا معاه ازاي. فبيقرر ويليام يكسر للسجين دراعه علشان ما يضربش حد تاني، وفعلا بيكسر دراعه بوحشية وبيكون متلذذ بالمنظر، وبيحاول باتلر يوقفه وبيقول انهم بكده هيحتاجوا مصاريف لعلاجه وبالتالي هيزودوا المصاريف مش هيقللوها، لكن ويليام بيتجاهله وبيبدأ المساجين يثوروا بسبب اللي بيحصل وبيطلبوا حد ينقذهم من اللي هم فيه. فبيطلع ويليام المسدس اللي معاه وبيضرب نار علشان يسكتهم، وبعدها بيرجع مكتبه وبيجيله اتصال من شخص مجهول وبيبلغه انهم جايين يقتلوه فورا. فبيترعب ويليام وبيحاول يستخبى، لكن بعدها على طول بيتصل واحد من الحراس وبيقول له ان ده واحد من المساجين استخدم المكالمة اللي مسموح له بيها كل شهر، وبدل ما يكلم اهله قرر يتصل بويليام علشان يهدده، وبيعتذر الحارس وبيقوله ان الغلط ده مش هيتكرر مرة تانية. وبعدها بيجي ميعاد الفحص الدوري لويليام، وبيبدأ الدكتور الموجود في السجن انه يكشف عليه علشان يطمن على صحته، وبيلاحظ الدكتور ان ويليام متوتر وبيعاني من سرعة في ضربات القلب. ويليام بيزعق فيه وبيقوله انه كويس ومش محتاج نصايحه، فبيخاف الدكتور وعلشان كده بيغير رأيه فورا وبيقول لويليام ان صحته كويسة. وبعدها بيروح ويليام علشان يعاقب السجين اللي اتصل بيه وهدده، واثناء ما هو بيفكر له في عقاب مناسب بتوصل السكرتيرة الخاصة بويليام وبتبلغه ان الحاكم هيوصل بعد شوية، فبيطلب منها ويليام تعطله على قد ما تقدر لحد ما هو يخلص اللي وراه. وبيقرر ويليام ان العقاب المرة دي هو انه يقلب على وش السجين مية مغلية، وبيكون مستمتع بالمنظر وبيفضل يضحك. وبيوصل الحاكم واللي اسمه يوزو، وبنعرف انه مترشح للانتخابات وبيكون عايز يقدم حلول واقتراحات علشان يقبلوه، وعشان كده بيدي لويليام وباتلر مهلة اسبوعين انهم يفكروا في حل يقللوا بيه التكاليف اللي بتتصرف على المساجين، والا هيرفضهم هما الاتنين. وبيتعصب ويليام بسبب تهديد الحاكم لهم، فبيقرر يعذب المساجين وبيجمع كل المساجين في الساحة، وبيقرر يبدأ تعذيب بالمسجون رقم 297، وده لانه لسه ما تعاقبش على اللي عمله. وبيبدأ ويليام يشرح في جسمه بمنتهى الوحشية وبيكون متلذذ بمنظر الدم. وبعدها بيرجع ويليام مكتبه، واثناء ما هو قاعد يتغدى بدأ يفكر طرق جديدة للعقاب، وبيقترح انهم يرجعوا العقوبات اللي كانت بتتنفذ في العصور الوسطى واللي معظمها كان متوحشة لدرجة مرعبة، وبيكون مبسوط بفكرة انه ينفذ العقوبات دي بنفسه في المساجين بتوعه. وبيجي للمأمور وبيعرف ان السجين 297 فاق من الاغماء، فبيروح ويليام للعيادة واللي بتكون مليانة مساجين مرضى بسبب اللي ويليام عمله فيهم، وبيكون معظمهم مشوهين وجزء كبير منهم فقد القدرة على الحركة تماما. وبيقرر ويليام يكمل تعذيب في المسجون 297 وبيحاول يخنقه لحد ما نبض السجين بيتوقف، فبيدخل الدكتور بسرعة وفي وقت قليل بيقدر يرجع له التنفس. وبعدها بيكون ويليام قاعد حزين في مكتبه، وده لان كل خططه فشلت والمساجين لسه بيتخانقوا وبيضربوا بعض. فبيهديه باتلر وبيطمنه ان عنده فكرة، وبيقترح باتلر انهم يعملوا دودة بشرية من المساجين، بمعنى انهم يخيطوا كل المساجين في بعض، وبكده يكونوا منعوا الضرب والخناقات ووفروا ثمن التصليحات والعلاجات اللي بيحتاجوها. وبيكون باتلر شايف انها فكرة عبقرية وهتحل كل مشاكلهم، لكن ويليام بيعترض وبيبقى شايف انها فكرة فاشلة وبيتعصب على باتلر وبيقرر يطرده. فبيودع باتلر السجن وبيمشي، وبعدها بيكون ويليام قاعد في صالة الطعام وبيتفاجئ ان كل المساجين اللي كانوا في العيادة داخلين عليه، وبيظهر انهم جايين ينتقموا منه بسبب كل اللي عمله فيهم.
وبيستغرب ويليام انهم قدروا يهربوا بالرغم من كل الحراسة اللي عليهم، فبيعتذر لهم وبيقول لهم انه مجرد عبد بينفذ الاوامر، وبيعرض عليهم يسيبوه وفي المقابل هيعفي عنهم ويهربهم. لكن المساجين بترفض وبيبدأوا يضربوه بمنتهى الوحشية وبيطعنوه. وبعدها بيفوق ويليام في مكتبه وبيكتشف ان ده مجرد كابوس، فبيخاف ان الكابوس يبقى حقيقة والمساجين يقدروا فعلا يهربوا ويضربوه. وبعد تفكير كتير بيقرر يرجع في كلامه وينفذ خطة باتلر، فبيتصل بيه وبيرجعه للشغل من تاني. وبيقترح باتلر انهم يستدعوا المخرج اللي ينفذ الخطة دي في الفيلم واللي بيكون اسمه سات، وبيوافق المخرج وبيروح يزورهم. وبيكون الدكتور قاعد معاهم في الاجتماع وبيوجه ويليام كلامه لسات وبيسأله لو الفكرة اللي عملها في الفيلم بتاعه قابلة للتنفيذ فعلا ولا مجرد فكرة خيالية. فبيرد عليه سات وبيقول انها قابلة للتنفيذ بنسبة 100%، وبيطمنهم انه استشار اكتر من جراح قبل كده على الفكرة وكلهم اكدوا ان ممكن تتنفذ. وبيدي للدكتور تقرير مكتوب بايد واحد من الجراحين بيشرح فيه طريقة تنفيذ العملية وربط المساجين ببعض، وبيفضلوا وقت طويل يناقشوا تفاصيل العملية. وبيكون ويليام سعيد جدا وبيبقى متفائل ومتوقع ان الفكرة هتنتشر في امريكا كلها، ووقتها اسمه هيتعرف وهيكون اول مأمور يطبق الفكرة عنده. وبيقرر ويليام انه يعرض الافلام اللي تنفذ فيها العملية دي على المساجين علشان يعرفوا مصيرهم ويخافوا. وبيعترض باتلر على الفكرة وبيكون شايف انها هتعمل لهم مشاكل، وبيتوقع ان المساجين ممكن يثوروا او يعملوا اي تصرف غير متوقع. لكن ويليام بيفضل مصر على كلامه. وبيجي وقت عرض الفيلم على المساجين وبيكونوا مصدومين من المشاهد اللي في الفيلم ومش فاهمين ليه بيعرضوا عليهم فيلم زي ده. وبمجرد ما الفيلم بيخلص بيدخل يتكلم مع المساجين وبيقول انهم ناويين يطبقوا نفس الفكرة عليهم. وبيبدأ المساجين يعترضوا وبيتحركوا من اماكنهم وبيكونوا عايزين يمسكوا بويليام علشان يقتلوه. لكن ويليام وباتلر بيجروا بسرعة وبيدخلوا المكتب وبيقفلوا على نفسهم، وبيتصل ويليام بقوات الدعم علشان تتدخل. وفي الوقت ده بيكون المساجين قدروا يضربوا الحراس وهربوا من السجون بتاعتهم، وبيوصلوا للمكتب بتاع المدير وبيبدأوا يكسروه. وبيترعب ويليام فبيرمي نفسه من الشباك، ولحسن حظه بتكون المسافة قريبة فمش بيحصل له اي حاجة، وبيجري يستخبى ورا شجرة قبل ما حد من المساجين يشوفه. وبيقدروا يقتحموا المكتب، لكن قوات الدعم بتوصل في الوقت المناسب وبتلحقهم قبل ما يعملوا في باتلر حاجة. وبتسيطر القوات على الفوضى اللي في المكان ويرجعوا المساجين اماكنهم. وبيروح باتلر يطمن على ويليام وبيلاقيه قاعد تحت الشجرة وخايف، فبيطمنه ان الوضع تحت السيطرة. لكن المشكلة ان المساجين ضربوا السكرتيرة بطريقة متوحشة، فبيتجاهل ويليام كل ده وبيطلب منهم يستدعوا الدكتور، وده لان رجله بتوجعه من النطة. وتاني يوم بيقرر يبدأوا تنفيذ خطتهم، وبيمسك ويليام البندقية بتاعته وبدل ما يحط جواها رصاص بيحط حقن، وبيبدأ انه يدي لكل مسجون حقنة لحد ما بيفقد الوعي. وبعدها بيؤمر الحراس ياخدوهم للعيادة، وهناك بيبدأ الدكتور يربط كل سجين فيهم في سريره علشان يعمل لهم الفحوصات اللازمة ويتأكدوا اذا كان ينفع يشاركوا في العملية ولا لا. وبعدها بشوية بيعرف ويليام ان في مريض مش هينفع يخضع للعملية، فبيقرر يقتله علشان ما يبوظلهمش التزامه والخطة اللي هم حطوها. وبيبدأ الدكتور تنفيذ العملية على المساجين. وفي الوقت ده بيكون ويليام في منتهى السعادة، وده لانه اخيرا هيكون مشهور في امريكا. وبيبدأ هو وباتلر يعملوا بروفا على تقديم الفكرة للحاكم، وبيكونوا متوقعين انه هينبهر بالفكرة ومش بعيد كمان انه يرقيهم. وبيوصل للمخرج واللي بيكون عنده فضول يتفرج على خطوات تنفيذ العملية، وبيحس ويليام بالفخر وبيكون مبسوط بنفسه جدا. وكمان ست بيكون مبسوط وشايف ان فكرته هي السبب في كل ده. بعدها بشوية بيوصل الحاكم واللي بيكون متوقع انهم ما وصلوش لاي فكرة جديدة وجاي عشان يرفضهم، لكن ويليام بيطمنه وبيقول له انهم لقوا حل هينقذهم من كل المشاكل، وبيخلوه يتفرج على النتيجة النهائية للتجربة. وبيجمعوا كل المساجين في الساحة وبيكونوا مربوطين ببعض على شكل دودة بشرية، ومحدش فيهم بيقدر يتحرك او يتكلم. وبيتصدم الحاكم من المنظر وبيكون مش فاهم اي حاجة، وبيقول له ويليام ان الموضوع ما فيهوش اي اذية ليهم، وبيطلب من باتلر يشرح له الفكرة بالتفاصيل. فبيبدأ باتلر انه يتكلم وبيشرح اللي هم عملوه، وبيقول له انهم بكده وفروا 8 حاجات كتير. واول حاجة هي الكتب والكهرباء اللي بيحتاجها كل سجين، وده لانهم مش هيقدروا يتحركوا من الساحة طول ما هم مربوطين. وتاني حاجة هي المصاريف اللي بيحتاجوها لو حصل خناقة، وده برضه علشان مفيش مسجون هيعرف
يتخانق وهو مربوط بالشكل ده. وتالت حاجة هي مصاريف السور والحراسة علشان مفيش حد فيهم هيقدر يهرب، وبيعرض على الحاكم يستغل الفلوس دي في حاجة تانية أهم زي التعليم أو الصحة أو أي حاجة تانية. وبعدها بياخدوا الحاكم للعيادة، وهناك بيكون في مريض خلص فترة عقوبته وعلشان كده فكوه من الدودة البشرية علشان يخرج. المسجون بيتكلم معاهم وبيقول له إنه بسبب العذاب اللي شافه في الدودة دي عمره ما هيفكر يعمل أي حاجة غلط تاني، لأنه مش عايز يرجع للسجن مهما حصل. وبيكون ويليام شاف إن كده نجح ووفر للحاكم فلوس كتير جدا، فبيتعصب الحاكم عليهم وبيقول إن اللي عملوه ده بيتعارض مع الإنسانية، وبيتعصب عليهم جدا لدرجة إنه بيمشي ويسيبهم. فبينهار ويليام اللي كان فاكر إن الفكرة نجحت، وبيعرف إن بكده هيترفد من شغله وبيكون عايز ينتحر. فجأة بيشوف الدكتور معدي من قدامه فبيقرر يقتله، وبعدها بيكون عايز يقتل باتلر هو كمان. وبيتفاجئ إن الحاكم رجع من تاني وبيقول له إن فكرة كويسة، واكتشف إن فكرتهم فكرة عبقرية، وبيقول له إنه اقتنع بيها وكمان ناوي ينفذها في سجون أمريكا كلها. وبعدها بيمشي ويسيبهم، وبيكون واثق إن الفكرة دي هتخليه يفوز في الانتخابات لما الناس تعرف كمية الفلوس اللي اتوفرت بسبب الفكرة دي. فبيفرح ويليام جدا وبيفكر يقتل باتلر علشان محدش يعرف إنها فكرته هو من الأساس. وبعدها بيحط المسدس في إيده علشان تبان إنها حادثة انتحار عادية. وكده بيكون خلص فيلمنا. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. سلام.